السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده هننضف مع بعض الممبار. الممبار بتاعي ده رفيع فبياخد وقت شوية في التنظيف طبعا، ومن الحاجات اللي لازم تتنضف حلوة قوي. اول حاجة طبعا انا كنت طبعا غسلته على الوش الاولاني ده اللي هو فيه الدهن ده، غسلته الاول كويس بشوية خل وملح كده الاول، وبعدين هبدأ ان انا اقلبه بقى. طبعا هو كان جاي كله شريط واحد كده، انا طبعا بقطعه عشان اعرف اقلبه، لان طبعا الطول ده مش هعرف اجيبه. بجيب معلقة رفيعة، عصاية رفيعة، معلقة خشب كده، وابدأ ان انا اتني اول حتة من الممبار في الاول كده، واقوم جايه زقها وشده شده شده في ثواني بيقوم مقلوب معاك، ما بيحتاجش اي حاجه. يعني مثلا بيحتاج حد ينظف معاك؟ لا، بتعمليه وانت واقفه على الحوض 10 دقايق بتكوني عملتيه. طبعا الكميه دي يا جماعه ما شاء الله حوالي كيلو ونص. في ثواني، لان هو من الحاجات الناعمه ما فيهاش حاجه فما بيمسكش منك وفي بعضه. بتقلبي منك لو انت دابحه حتى، هتقلبي كل الكميه بتاعتك في 5 دقايق وانت واقفه على الحوض برضه. طبعا بستخدم اي حاجه بقى معاكي، يعني اي حاجه رفيعه. طبعا لو هو تخين شويه او اللي بيقولوا عليه واسع شويه، دي عادي ممكن انت الحاجه بتاعتك تبقى كبيره، يعني عادي مش هتفرق. طبعا هبدا ان انا اخلص كل الكميه اللي عندي معايا القلب الاول. انا كنت خلصتها، دي كانت اخر حته اهي. لو وصلت لحد هنا معايا اعمل متابعه للقناه ودوس لايك واكتب لي تعليق حلو. طبعا كنت خلصت اهي. هقول لك على التركه بقى اللي هتجيب معاكي من الاخر، ولا سكينه ولا حاجه ولا اي حاجه. دول معلقتين ملح عليهم معلقتين سكر. تقولي لي ايه اللي جاب الملح للسكر؟ هو كده، ما تقوليش ليه. هتقولي لي السكر هيدي الممبار طعم؟ لا، ما بيديش الممبار طعم، لان انا مش بسويه فيه، انا مجرد بنقعه فيه شويه. طبعا هو على النقع بيبقى على الطبقه اللي هي بره دي. شفتي بتشديه ازاي؟ انا نقعته حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. لما جيت اشيله لقيته بيعمل هنا. جيت لقيتيه لسه ماسك شويه، سيبيه كمان شويه، حوالي ساعه ولا حاجه. شوفي بكل سهوله بدون اي مجهود تبدأي تشدي اهو. شوفي لو انت في مجزر هتخلصي كل ده في ثواني برضه. شوفي بينزل كل اللي فيه كأنك اهو، كأنه ما كانش ماسك فيه اصلا. شوفي بمنتهى السهولة اهو. شوفي ما شاء الله. شوفي كل ده نزل منه ازاي بمنتهى السهولة بدون حتى ما تمسكي سكينة في ايدك. انا شوف كنت خلاص بقى قفلت سددت الحوض عشان ما ينزلش ميته، وهبدأ ان انا احط عليه دقيق. كنت حاطه عليه شوية خل، ده من الحاجات اللي لازم تنغسل بخل، يعني مثلا مش زي الفراخ ولا اللحمة ولا السمك ولا كده، لا، ده لازم يحط له خل، لان الممبار من الحاجات اللي ماضيها مش حلو يعني، فلازم انت تهتمي قوي 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 بالغسيل بتاعه. ببدأ ان انا اغسل بقى كأنك بتغسلي هدوم بالظبط، تضحكي بقى. وابدأ ان انا بقى تحت المية، لان لسه في مراحل تانية. شوفي خلي المية تخش في الممبار كله عشان لو في اي حاجة برضه ماسكة فيه. شوفوا زي الفل. خلصي بقى كل الكمية اللي عندك، تعدي منها المية كده عشان لو في حاجة برضه ماسكة حاجة دخلت كده يبدأ ان هو ينضف برضه. لسه في مراحل غسيل تانية ومراحل نقع. انا كنت خلاص خلصت اهوت. شفتوا عامل ازاي؟ قشطة. هبدأ ان انا اغسل وانقع بقى. طبعا انا كنت وصلت مراحل النقع، طبعا في غسيل عدى في النص بس عشان خاطر ما اطولش الفيديو عليكم. انا كنت حطيت معلقة دقيق، هحط حوالي 3 4 معالق ملح، برضو لازم الملح يتنقع فيه، وخل، لازم تحطي خل. والممبار انت مثلا خلصتي غسيل الصبح يتنقع طول النهار، خلصتي غسيلي بالليل انقعي طول الليل في الحله في التلاجة بنفس المكونات دي فيه، لازم عشان الريحه بتاعته. طبعا عشان مش عندي ليمون كنت بعت اجيب ليمون عشان انقعه عليه. يلا مع السلامه.